السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم على قناة إبداعات ندى. النهاردة هنشوف مع بعض إزاي ننظف السجاد من غير ما نشيله وهو موجود في مكانه، عشان لو إحنا ما عندناش بلكونات أو مش عارفين نوديه المغسلة. الطريقة دي جميلة جدا. بنستخدم فيها مية ومسحوق غسيل وخل عشان يزهزه الألوان، ونص كوباية كلور، يفضل كلور ألوان عشان يحافظ لي على اللون. ولو عندك معطر ملابس ممكن تضيفيه. قبل ما أبدأ الفيديو معايا حابة أقول لكم على قناة جميلة جدا هتعرفكم بنفسها معايا، هي هتشوفوها دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ندى؟ انا مبسوطة قوي ان انا معاكي النهاردة في القناة بتاعتك، وبقول لكل متابعينك كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. انا النهارده جايه اعرفكم بالقناه بتاعتي، هي قناه سوبر ليدي. هي بتتكلم عن الوصفات الطبيعيه سواء كانت للبشره او للشعر او وصفات في مجال التخسيس، وكمان وصفات منزليه عشان تسهل عليكي حياتك اليوميه. وانا النهارده عامله لكم وصفه منزليه، عشان كده انا واقفه قدام البوتاجاز عشان هي الوصفه بتتكلم عن ازاي بمنتهى السهوله والبساطه تشيلي ستيكر البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز بتاعي نظيف من غير الستيكر خالص ومن غير ما عملت اي حاجه، يعني شيلته بمنتهى السهوله والبساطه. فلو عايزين تعرفوا الطريقة ممكن تشرفوني في القناة بتاعتي، وانا منتظراكم في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بقى نبدأ الطريقة بتاعتنا. نحط المسحوق زي ما احنا شايفين كده في المية، تجيبي حوالي نص جردل المية يعني. هنحط فيه المسحوق والخل والكلور، وتحطي دوني بقى او اي معطر عندك او اي حتى اي عندك زيت عطري بيخلي ريحتها جميله جدا. وتجيبي اي فرشه عندك. دلوقتي انا هوريكم بس عشان التصوير هوريكم فرشه صغيره، ممكن تجيبي الفرشه اللي هي ايديها طويله افضل، بتدي عشان ما توجعش ظهرك وتبقى سهله معاكي. وبتبليها من الجردل زي ما انتم شايفين كده، وتبتدي تمشي على السجاد قطعه قطعه. عايزه اقول لكم ان دي بقى احلى حاجه، ان لو في بقعه في اي حاجه بتعرفي تنضفيها بسهوله لانك بتبقي شايفاها قدامك. والطريقه دي حلوه جدا لانها بتلم اي خيوط واي شعر اي حاجه واقعه على الارض، بتبصوا تلاقيها طلعت معاكي في الفرشه. هوريكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. والسجاده هتبصوا تلاقيها نورت وزهزهت وبقت شكلها جميل، وهتلاحظوا الفرق وانتوا بتنضفوا، هتبصوا تلاقوا الفرق في الالوان معاكم. نعمش عليها قطعه قطعه. شايفين بقى الفرشه ادي الشعر اللي انا بقول لكم عليه، شايفين ابتدت تلم اي فتل اي صوف اي شعر اي حاجه موجود. بلبس جوانتي زي ما انتم شايفين كده وانضفه كله عشان السجاده عندي تبقى نظيفه تماما. ده شكل السجاده بعد ما انا خلصتها. بقت جميله جدا. بعد ما بتخلصي بتفتحي التكييف وتنزلي الرياش او ممكن تفتحي الشباك عشان تتهوى وتنشف معاكي. لا تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، ولو مش مشتركين واول مره تزوروا القناه تفعلوا الجرس، تدوسوا على زرار سبسكرايب اللي بالاحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.